ايه رأيك لو قلت لك ان في قاتل عنده منطق وان الضحايا مش ابرياء زي ما انت فاكر؟ لو فكرت شوية ممكن تلاقي نفسك متفق مع اللي هو بيعمله. الفيلم ده عن الخطايا، وده ديفيد بطل قصتنا، محقق عادي لحد ما دخل في قضية مش عادية خالص. ده ويليام أقدم وأهدى وأكتر واحد فاهم اللعبة دي، واسم الشخصية دي الصراحة فكرني برواية أكتب حتى لا يكون الشيطان، واللي عايز أعمل عنها حلقة مهمة أوي. والشخص التالت محدش يعرفه بس هو صاحب كل ده، ودي سلسلة جرايم كل واحدة فيهم مبنية على خطايا من الخطايا السبع. واللي في الفيديو النهاردة هنشرح كل خطية ازاي تمت معاقبتها. هنبتدي بأول خطية وهي الشراهة. أول جريمة في الفيلم كانت الشراهة. راجل مهووس بالأكل بشكل مرعب، الخاطف ربطه في الكرسي وقعد يجبره ياكل كميات ضخمة لحد ما جسمه وقف ومات وهو لسه قدام الأكل. تاني جريمة الطمع. محامي مستعد يعمل أي حاجة مقابل الفلوس، اتحط قدام اختيار صعب، يعيش بس يقطع جزء من جسمه أو يموت، واختار إنه يعيش بس دفع الثمن من نفسه. الكسل كان أبشعهم. رجل اتساب مربوط على السرير سنة كاملة من غير حركة ومن غير حياة، سنة كاملة يا جدعان، لحد ما بقى شبه الجثة. بص شكله عامل ازاي. الشهوة اللي حصل فيها صعب يتقال بالتفصيل، بس الفكرة ببساطة إنه استخدم رغبة إنسان وحولها لعقاب مرعب. مش هقدر أقول أكتر من كده في الفيديو، بس أنت ممكن تتفرج على الفيلم. الكبرياء كان من أكتر المشاهد أسوأ. بنت كل حياتها مبنية على شكلها وصورتها قدام الناس، القاتل قرر إنه هيشوه وشها ويقطع كل جزء في وشها ويخليه ملهوش ملامح. هو خد منها الحاجة اللي كانت عايشة عشانها، سابها قدام اختيار تعيش بوش مشوه أو تموت وهي محتفظة بكبريائها، واختارت تموت. بس خليني أقول لك على حاجة، الخطايا دي مش دايما اختياري. يعني محدش بيصحى يقول أنا هبقى حسود أو أنا هبقى غاضب أو طماع، دي مشاعر بتتخلق جواك من غير ما تاخد بالك. وده اللي حصل مع ديفيد. ما كانش غاضب لحد ما القاتل خلق الموقف وخلاه يخسر اغلى حاجه عنده، ومن هنا اتولد الغضب عنده. اما الحسد فكان من القاتل نفسه. واعترف انه بيحسد ديفيد على حياته. بس السؤال هنا، هل القاتل كان شايف نفسه غلط؟ بالعكس، هو كان مقتنع انه صح وانه مختار من عند الله. واتكلم عن الرجل السمين وقال كلام مقنع جدا الصراحة. انتوا شايفينه عادي، شخص لو شفته وانت بتاكل مش تقدر تكمل اكلك، ولو شفته في الشارع هتتريق عليه وانت واصحابك. واتكلم عن المحامي وانه واحد بيخرج مجرمين قتلة ومغتصبين. Is that supposed to be funny? An obese man, a disgusting man who could barely stand up, a man who if you saw him on the street you'd point him out to your friends so that they could join you in mocking him, a man who if you saw him while you were eating you wouldn't be able to finish your meal. والصراحة أنا اقتنعت جدا بكلامه، بس ده ما يديلوش الحق إنه يعمل كده. هو مش شايفهم ضحايا، هو شايفهم عبء على المجتمع وعلى نفسهم، فكفر ذنوبهم وخلصهم من اللي هم فيه، وإن هو كده بينفذ عدالة الرب، استغفر الله العظيم يعني. وأذكى حاجة عملها إنه عاقب الغضب قبل ما يحصل. هو شاف نفسه الحسود وعارف إن الحسد هيولد غضب، فخلق الموقف وخلى ديفيد يقتله بإيده. يعني هو عاقب الجريمة قبل ما تحصل، وده اللي يخلي السؤال أصعب، هل هو مجرم ولا واحد شايف الحقيقة بشكل مشوه؟ وفي الحالتين هو نجح، لانه ما قتلش ناس بس، هو ورى كل واحد فينا ان الخطايا دي جواه، وان الخطايا عايشه في مجتمع كل واحد فينا. الصراحة كلامه كان مقنع جدا وأقنعني جدا باللي هو بيعمله، وإن برضو الواحد ما يبقاش مبالغ فيه في كل حاجة، عشان ما تتحولش من شخص عادي إلى شخص مكروه أو شخص منبوذ. وبس كده، سلام.